اما تيجي تحطه على بعض وتلفيه على بعض يبقى محطوط كده ايه بالترتيب، ما يبقاش مثلا واحدة كبيرة لا فوقها واحدة صغيرة، لا فوقها واحدة وسط، لا يبقى مترتب كده. تمام. انا بقى هعمل كل الكمية دي. ممكن بقى العين عندي سهلة تشيلها بايدك، تشيلها بالسكينة، تشيلها بالمقص عادي. ممكن تحطي مثلا شوية فوق بعض كده، ترصصي شوية فوق بعض وبعد كده تقصهم مع بعض. تمام، ما فيش مشكلة، اي طريقة تريحك. وفي كذا طريقة لحفظ الورق العنب. في بعض الناس بتخزنه في البرطمان وما بتحطوش في قلب التلاجة، فانا بصراحة ما بحبش انا الطريقة دي. اللي هم مثلا يجمعوا كده الورق العنب ويلفوه ويحطوا ما بين كل شوية كل حبة وحبة ملح، وبعد كده يحطوه في قلب البرطمان، يحطوه في مية سخنة. لا، انا بقوم عاملة كده، شايفينه انا رصصت كده كله فوق بعضه، يعني كبير في وسط في